السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله يا رب. البنات اليوم جيتكم بوصفة بزاف سهلة، مقاديرها جد بسيطة، شكلها بزاف راقي وبنينة بزاف. راح نشوفوا هذه الوصفة تاعنا اللي راهي عبارة على كيكة بثلاث طبقات. الكيكة تاعنا تاع نهار اليوم راح نديروها بثلاث طبقات، راح نديروها بأسهل طريقة. تبعوا الفيديو للأخير وان شاء الله راح تجربوا الوصفه. تخلوا لي تعليقاتكم في التعليقات. نتمنى لكم فرجه ممتعه. نشوفوا الكيكه تاعنا ان شاء الله اللي راح نجربوها وتجربوها حتى نتوما معنا. علاش لا نقول لكم جربوها وماكمش راح تندموا عليها. جربوها على ضمانتي. كيكه مشمخه بثلاث طبقات بمكونات جد بسيطه، يعني عندك كل حاجه في الدار راح تخدمي كيكه وتفرحي بها عائلتك وتفرحي بها حتى ضيافك. علاش لا. هاي ليك الكيكه تاعنا كيفاش جات، بحشو الكراميل والشونتيي. كيكه من اروع ما يكون، صدقوني جات بزاف هايله. البنات الا عجبتكم وصفتنا تاع نهار اليوم ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحباتكم وحباباتكم هكا باش تعم الفائده. نتمنى لكم فرجه ممتعه، واللي مازال مشتركش في القناه يشترك في القناه. نروحوا مباشره المكونات الوصفه تاعنا. عندي هنا 2 حبات بيض. عندي هنا بالنسبه للبيض البنات بدرجه حراره الغرفه. في 2 حبات تاع البيض راح نضربهم مليح مليح. ضفت عليهم رشه تاع ملح. هنا ماشي كيما مالف نخدموا البيض مع السكر، نو هنايا رايحين نغيروا شويه في الكيكه تاعنا، لانه هذه الكيكه عباره على جينواز. هي صح موسكوتشو وبثلاث طبقات، مي هي عباره على جينواز، ماشي جينواز الفرنسيه، لا هذه جينواز تاعنا احنا اللي يخدموها الموسكوتشو. يعني عامه الجزائريين كامل يخدموها. المكونات تاعها هي تاع موسكوتشو مي بطريقه مختلفه نوعا ما. هنايا نضرب البيض تاعي مليح مليح. راح نضيف عليه نصف كاس تاع سكر. بالنسبه للسكر البنات ثاني راني راح نديرو تدريجيا، مانيش راح نديرو كامل. يعني السكر تاعي ما نديروش دفعه واحده باش هكا هذوك الحبيبات يطلعوا لي كامل مع البيض تاعي ويندمج البيض مع السكر. راح نضيف عليهم نصف كاس تاع الزيت. هنا البنات السكر عندك 4 مغارف. اللي تحب الحلاوه بزاف تضيف، واللي تحب الحلوه تاعها تكون مليحه في الحلاوه دير غير 4 مغارف. 4 مغارف راهم كافيين للحلوه تاعكم تاع اليوم. عندي نصف كاس حليب. بالنسبه للحليب البنات هنا عندي الحليب دافي. الحليب ضروري يكون دافي البنات باش ما يهبطلكش هذاك البيض تاعك بعد ما نكونوا طلعناه ماهوش راح يهبط لنا. البنات تبعوا مراحل الفيديو خطوه بخطوه، باذن الله تعالى راح تنجح لكم الوصفه وراحين ديروها وراحين تفرحوا بها. عندي هنايا كاس فرينه. يعني معلومه واضافه برك، اللي تحب الكيكه تاعها فاني دير لها كاس فرينه و2 مغارف مع كيس 10 غرام تاع الخميره. اللي تحب الكيكه تاعها شوكو دير لها كاس فرينه. هذوك 2 مغارف تاع الفرينه تعوضهم ب2 مغارف تاع كاكاو. بالنسبه للكاكاو البنات انا استعملت الكاكاو البني النوعيه الممتازه، فيه واحد الريحه يعني ما شاء الله. سورتو كاكاو كيكون جديد صراحه يعطيك واحد النكهه للكيكات تاعك ويعطيك واحد لوغو سبيسيال احسن من الكاكاو الاسود. هنا راح نخلط كامل هذوك المكونات. راح نستعمل الفوي مانيش راح ندرب الباتور. نروح نجيب المول تاعي اللي راني راح نخدم فيه ونبسط كامل هذه العجينه تاعي في المول. انا هنا عندي هذا المول تاع سيليكون. اللي ما راحش متوفر عندها المول تاع السيليكون تستعمل سنيويه. حجم السنيويه هو 40 على 35. دير لها بابي كويسون تفرشه لها من تحت. اوبليجي البابي كويسون تفرشيه كي تكون خاصه كي تكون الكيكه تاع جينواز ولا الكيكه اللي تكوني راح ترفديها وتقطعيها باش هكا الكيكه تاعك ما تتكسرلكش. هنا عندي هذا المول. انا استعملت المول تاع القلب وانتوما احرار في لي مول اللي يكونوا متواجدين عندكم. تحبوا ديروها دائري، تحبي ديريها مستطيل، تحبي ديريها كاري، يعني كل وحده واش راه متوفر عندها في البيت. انا هنا استعملت 2 لي مول تاع الكيكه هذه. يعني راح تستعملي نفس المقادير في الكيكه الاولى تستعمليهم في الكيكه الثانيه باش هكا الكيكه تاعك تجيك بثلاث طبقات. البنات هذوك لي شوت
لاجينواز تاعنا ما ترميوهمش. كاين بزاف اللي ما يعرفش واش يدير بيهم. كاين مقبله، كاين عفوا، كاين بزاف تاع الحليات اللي نديروا بهم الكيكات ونكونوا نخدموا كيكات واحد اخرين. انا دائما نديرهم دي بواط، نغلفهم مليح بالبابي فين ونديرهم في لي بواط ونحطهم في الثلاجه في لاكلاص. كي نكون حابه ندير تحليه ولا نجبد هذيك الكيكه ولا ونخدم بها تحليه. هنا معلومه برك اضافيه، عندي كاس شونتي كنت طلعته ديجا من قبل. هذاك الكاس تاع شونتيي ما يعادل نصف كاس تاع الحليب البارد. انا هنا البنات درت حليب بارد بزاف بزاف، يعني فيه شويه تاع لاكلاص. هذاك الحليب كان تجمد لي شويه ونحيته من الثلاجه، راح تطلع لك لا شونتيي تاعك ما شاء الله عليها. اما بالنسبه للكيكه البنات، هنا كنت بعد ما قصيتها حطيتها في هذا البلا، وتقدري حتى ديري لهذاك الكرتون من تحت باش تقدري الكيكه تاعك بعد ما تكمليها ترفديها وما تتكسر لكش. هنا انا شربت الكيكه الطبقه الاولى، ضفت عليها طبقه من الكراميل. هنا البنات اللي ما تحبش نكهه الكراميل ما ديرهاش، انا صراحه حبيتها بنكهه الكراميل، عطاتني واحد الطعم ما شاء الله عليه. نتمنى تجربوا الوصفه وتردوا لنا رايكم في التعليقات في اخر الفيديو ان شاء الله تعالى. هنا البنات راني رايحه بد ما راهي لا شونتيي تاعي تطلع. انا يا كنت شربت الطبقه الاولى كما قلت لكم ودرت لها طبقه تاع الكراميل. اللي تحب تخدم الكراميل في الدار تخدمها، واللي تحب تشري هذوك راه متوفر كلش في الاسواق، تشري هذوك لي بواط راهم يديروا 21 ميل الكراميل، يعني بواطه صنع جزائري 21 ميل. انا خدمت بهذيك صراحه، ما خدمتهاش في الدار، درت لها طبقه يعني مليحه من الكراميل. من بعد بديت نبسطها بلا شونتيي تاعي، يعني فرشت كامل طبقه تاع لا شونتيي فوق الكيكه تاعي. البنات اللي عجبتكم الوصفه ما تنساوش تبارطاجيوها مع حباباتكم وصحباتكم باش هكا تعم الفائده. فضلا وليس امرا ما تنساوناش لجام، واللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه وتفعل الجرس باش هكا تكون اول وحده يعني يوصلها الفيديو. كيف نقول لكم شكرا بزاف بزاف لكم البنات اللي راكم تدعموا فيا، البنات اللي راهي تشجع فيا في تشجيعاتكم عفوا في الانستغرام وفي الفيسبوك. نقول لكم بارك الله فيكم الناس اللي دخلت معايا جديد، شكرا لثقتكم فيا، وشكرا بزاف بزاف للناس اللي راهي تجرب الوصفات تاعي وتخلي لي تعليقاتها شابين في اواخر الفيديو. هنا البنات اني راح ندير طبقه تاع لا شونتيي. انا يا صراحه كنت طلعت لا شونتيي مي ما عمرتش لابوش تاعي مليح، سي بور سا اللي راني هكا. دوكا انا نكمل الطبقه تاعي كامل، ندير طبقه خفيفه تاع لا شونتيي، نمسح الطبقه تاعي، من بعد نضيف الطبقه الثانيه تاع البسكوي تاعنا. كانت واحد الاخت ثاني طلبت مني اني ندير لها حلوه لاصحاب السكر. نقول لك باذن الله تعالى برك اعطيني شويه وقت، راح ان شاء الله نلبي الرغبه تاعك. كاين بزاف ناس صراحه ما ياكلوش السكر بزاف، ما ننصحهمش. كان يعني عندهم فرينه سبيسيال، عندهم يعني الدولة تاعنا الحمد لله راهي موفرة، كاين شي صوالح راهي موفرين عندنا في البلاد. مي اعطيني برك شويه وقت وان شاء الله راح ندير لك كلكو موديل تاع الحلويات لاصحاب السكر ان شاء الله. كما قلت لكم البنات هنا اعطيتها مسحه خفيفه بهذه الطريقه، وراني رايحه ندير الطبقه الثانيه تاع البسكوي نشربها بنفس الشيء. من بعد ندير لها الكراميل، ثانيه الطبقه الثانيه راح ندير لها الكراميل. كما قلت لكم البنات اللي تحب تستغنى على الكراميل تستغنى عليها. هاي ليك الطبقه الثانيه، انا يا درت هذوك اللي مقسومين، يعني نصف قلب درته في جهه ونصف قلب الثاني درته في جهه. شربت الكيكه تاعي بالقهوه. هاد الكيكه تقدري ديريها لوليداتك وتقدري ديريها تاني حتى القهوه العصر، يعني تخدميها صباح وتتقهوي بها العشيه عفوا. انا هنا درت الطبقه الاخيره. بالنسبه للطبقه الاخيره البنات لازم تقلبي الطبقه، يعني الطبقه اللي تكون فيها الثقوب هي اللي ديريها من الفوق، والطبقه الناشفه شويه تقلبيها على
هذيك الكريمه تاع الشونتيي. هاي ليك النتيجه تاعي الاخيره. مسحتها مسحه خفيفه برك، حطيتها في الثلاجه ومن بعد نبدا نديمولي فيها. هنا ما زالت عندي يعني ما دخلتهاش، ما عطيتهاش وقتها باش ترتاح في الثلاجه. راح نديموليها بالموس، راح تتنحى لي فاسيلمون كما راكم تشوفوا البنات. انا هنا راح نجوز على المول تاعي كامل مع ديك الكيكه. من بعد نبدا في طريقه التزيين تاع الكيكه تاعنا. هاي ليك كيما راكم تشوفوا البنات، انا يا راني حابه نوضح لكم الصوره اكثر. هاي ليك ديك الكراميل يعني كيفاش طاحت على الكيكه تاعنا. الطبقه الفوقانيه البنات، الا عندك هذيك لاكوبات اللي مسننه تخدمي بها، ولا ما عندكش بهذا الموس تاع الخبز تمسحي مسحه خفيفه باش يجيوك هذوك المدرجات. يعني كيما راكم تشوفوا فيها انايا ماهيش بلا ماهيش ليس، راهي شغل جهه معمره وجهه فارغه. راح نعطيها مسحه تاني خفيفه تاع لا شونتيي على الجوانب كامل. راح نحكم الشوكولا تاعي سوداء والبيضاء كما راكم تشوفوا البنات. انا درتها بالموس تاع اللي قشروا به البطاطا، اعطيتها رشه خفيفه بهذه الطريقه. وتاني تاع الجوانب كيف انا هذا هو التزيين تاعي النهائي، وانتم زينوها كما تحبوا البنات. حطيت لها زوج وردات ارتيفيسيال، يعني وردات تاع الحانوت اللي نشريوهم من الحانوت مصنوعين لتزيين برك. انتم تحبوا تخدموها بلا شونتيي، تحبي تخدميها بالكرز، حبات الكرز كامل ديريها تو التوغ كل وحده وتعطي تزيين النهائي تاع الكيكه تاعها. نقول لكم مع السلامه، نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. نختمها بالصلاه والسلام على محمد واله وصحبه اجمعين ومن تبعه الى يوم الدين. الى فيديو جديد ان شاء الله. سلام.